أصدقاء الدحيحة من كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروز. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا كويسين، يا رب تكونوا مركزين. حمد لله على السلامة، ورجعنا من الأجازة ودلوقتي مكملين معاكم حبايب قلبي دفعة تانية ثانوي 2026 الدحيحة الجمال اللي عملوا أحلى شغل وأحلى أداء في الترم الاول، ودلوقتي معانا الترم الثاني. ركز بقى معايا يا صديقي، محاضره من المحاضرات القويه اللي ان شاء الله مش هتخرج منها غير لما تكون فاهم كل تركايه بالحرف وبالكلمه والسحتوت زي ما بيقولوا. يلا بينا نبدا، وعايزك كده من البدايه تكون مركز وتكون مظبط دماغك وقاعد فايق ورايق وماسك كوبايه الشاي يا حبيب قلبي، ولا النسكافيه ولا الكافي ميكس، اي حاجه اللي انت بتشربها ايا كان ايه هي، ومركز معايا. اسحب بقى، شيل بقى اللحاف وشيل البطانيه وركز معايا. خلاص بقى عايزين نركز، الترم بدأ. يلا يا صديقي نبدأ. هنتكلم مع بعض في ليسون 1 عن الكيميكال رياكشنز. نعم، ما احنا عارفين يعني ايه كيميكال رياكشنز، الكلام ده احنا اخدناه في ثالثه اعدادي. بالظبط الكلام ده انت اخدته في ثالثه اعدادي، ولكن احنا هندخل بقى في شويه تفاصيل صغيره مهم جدا انك تعرفها. هنتكلم مع بعض في الكيميكال رياكشن، ازاي بيحصل الكيميكال رياكشن، وازاي البوند بتتكسر وبتتكون بوند جديده، وهنعرف الكلام ده كويس. ويعني ايه اصلا بوند، والبوند دي هل ليها انواع ولا البوند دي نوع واحد وخلاص. كل ده يا صديقي هنعرفه مع بعض النهارده في الليسون بتاعنا. يلا بينا نبدأ، وتعالى نشوف بدايتنا هتتكلم عن ايه. يلا بينا يا صديقي. يعني ايه كيميكال رياكشن؟ تعالى افكرك كده بكلمة كيميكال رياكشن. ارجع بالذاكرة كده شوية لورا وتعالى افكرك بيعني ايه كيميكال رياكشن. كيميكال رياكشن هو، بص بقى معايا، هو عبارة عن breaking of bond between the atom of reactant molecule and، اسمع الكلام بقى، formation of new bond between the atom of the product molecule. لا 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 لا، تعالى نفهم الكلام ده بطريقة بسيطة وسلسة. يعني افهم من كلام حضرتك يا دكتور ان الكيميكال رياكشن هو تكسير بريكنج اوف البوند، بكسر البوند، الروابط اللي بتوين الرياكتنت، وبكون بوندز جديده، بكون روابط جديده. الروابط دي بتبقى في البرودكت. صح، هي ده معنى الكلام بتاعنا، ده هو الكيميكال رياكشن، كسر وابني حاجه جديده، كسر وابني حاجه جديده. طب ما تيجي يا دكتور تدينا اكزامبل؟ تعالى ادي لك اكزامبل مشهور قوي. فاكرين يا شباب الاكزامبل ده؟ صوديوم هيدروكسيد لما بتعمل له رياكشن مع ال HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، كان بيطلع لك ايه؟ يا دكتور انا فاكر، البوند كانت بتتكسر ويتكون عندي صوديوم كلورايد بلس ووتر. يعني انت هنا عملت، بص كده معايا، بريكنج، انا كسرت، وهنا عملت ايه؟ فورميشن لبوندز جديده. بأمانة جامدين قوي، الناس دي مركزه قوي وناس شاطره قوي. طب يلا يا صديقي تعالى نشوف النقطه اللي بعدها، وعايزك تبقى مركز. ده الرياكشن بتاعنا، ده الرياكشن اللي انا كنت بتكلم عليه. بص يا صديقي، هنا بكسر الرياكشن ده، اصلا كان بتاع الووتر H2 هيرياكت مع O2 علشان يطلع لي H2O. لو عايز تعمل بالانس تحط هنا 2 وهنا 2 كده، في بالانسد ايكويشن. بص يا صديقي، انا كنت بكسر البوند اللي بتوين الهيدروجين وبكسر البوند اللي ماسكه في الاكسجين موليكيول علشان اكون افورم نيو بوند. اهو breaking the bond between the atom of the molecule او الرياكتنت molecule and forming bond between atom of new molecule. اهو بص ده اللي حصل، بتكسر الهيدروجين بكسره والاكسجين بكسره علشان اكون موليكيول جديد. بص معايا، بكون موليكيول جديد اللي هو مين؟ اللي هو الووتر. الناس اللي فاهمه والناس اللي مركزه، شغل عالي جدا، صدقوني شغل عالي جدا الناس اللي مركزه دي. طيب تعالى بقى نكمل. طيب تعالى بقى اقول لك الحكايه بدات ازاي. انت عرفت يعني ايه كيميكال رياكشن دلوقتي، ولكن الجزء اللي انا هشرحه لك دلوقتي يا صديقي انا هكلمك فيه عن عالم كبير اسمه لويس. لويس ده عالم اقترح اقتراح جميل جدا.
ايه اقتراح لويس؟ عايزك تفهم النظريه او الثيوري بتاعت لويس. لويس علشان يشرح لنا البريكنج ويشرح لنا البوند، يشرح لنا ازاي البوند اصلا بتتكون، اقترح اقتراح جميل جدا. ايه هو الاقتراح بتاعه؟ تعالى بقى اقول لك الرول وبعد كده اشرحه لك. لويس الكترون دوت سامبلز، التمثيل النقطي للعالم لويس. تعال نشوف يعني ايه لويس الكترون دوت. دوت يعني نقطة. طيب البداية بص معايا كده، فالنسي، بص الرول، فالنسي الكترونز play an important role in the formation of the bond. هو مين اللي بيكون البوند؟ الفالنسي الكترون، الالكترون اللي موجوده في الاوتر موست ليفل. هو هيتكلم عنها بالظبط. طب ثانيه واحده. خلي بالك بقى، the scientist Lewis introduced a simple method to represent the valence electron by using dot. يعني هو ابتدى، ادي الرول بتاعته، قال ان الفالنس الكترون play an important role in the formation of the bond، وابتدى يتكلم على الموديل بتاعه باستخدام الدوت. دكتور انا مش فاهم حاجه. ثانيه واحده يا صديقي وهتفهم كل حاجه. ايوه دي كويس قوي. تعالى بقى اشرح لك كل حاجه على الاكسجين واحده واحده وركز معايا. هشرح لك اللويس دوت برنسبل او اللويس دوت موديل. بص معايا، الباشا اتكلم قال ان البوند بتتكون من الفالنس الكترون. طب ما تيجي نشوف الاكسجين. الاكسجين يا صديقي صدقني، ادي الاكسجين. لما تيجي توزع الاكسجين بص كده، بص معايا 2 صح 6 حلو. الفالنس شيل اللي هو الاوتر موست ليفل بتاع الاكسجين في 6 الكترون. معايا ولا مش معايا؟ في 6 الكترون. حلو. طب تعالى بص كده معايا يا صديقي. لا ركز في كلام كتير قوي، في كلام كتير حلو قوي جاي. طب يا دكتور ال6 الكترون دول، هو قال دول هنمثلهم او دول هنعملهم على هيئه دوت. على هيئه ايه؟ على هيئه نقط. بص اهو معايا، ادي الاكسجين الجميله، هنرسم عليها دوت، هنرسم عليها نقط. كام نقطه؟ 6 نقط، 6 دوت، 6 دوتس. يلا اهو بص معايا هنرسمهم ازاي. ارسمها لك بقى مظبوط عشان تبقى واخد بالك. بص نرسم سنجل الاول اهو، ادي الكترون، الكترون. النقط دي يعني الكترون يا شباب، وادي الكترون كده 4. احنا عندنا 6. اوه ده اسمه اهو، بص معايا ده اسمه ايه ده؟ ده دوت ريبريزنتيشن اوف ذا فالنس الكترون اوف اوكسجين اتوم. دي الرسمه بتاعت لويس اللي رسمها على الاكسجين. يعني امسك الالكترونز، بص معايا، بشوف الفالنس شيل الكترون، الالكترون اللي في اللاست انرجي ليفل او اللي في الاوتر موست ليفل، وبرسمها بالشكل ده. برسمها على هيئه دوتس، برسمها على هيئه نقط. مركزين معايا ولا لا؟ برسمها على هيئه ايه؟ برسمها على هيئه نقط. حلو الكلام ولا صعب؟ طب واحد جه يقول لي طب ما تيجي نرسم النيتروجين. قلت له بامانه خدتها من بقي، نيتروجين N7. تعالى كده نرسمها مع بعض. يلا K L 2 5. مستر هنرسم كام الكترون؟ ما احنا قلنا بنرسم الالكترون اللي موجوده في الاوتر موست ليفل، بنرسم الالكترون اللي موجوده في الاوتر موست ليفل. هرسم ال5 الكترون. طب بص يا صديقي، النيتروجين هنرسمها ازاي؟ ادي ان. الاوتر موست ليفل عند حضرتك في كام الكترون؟ ايوه في كام الكترون؟ في 5 الكترون. تعال نرسم ال5. بص برسمهم ازاي؟ 1 2 3 4 5. بس كده. يبقى خلي بالك، بص اترسموا ازاي. يبقى بنجيب يعني اكوردنج للموديل بتاع لويس اللي هو الدوت ريبريزنتيشن، بنعملها ازاي؟ بنرسم يا دكتور الالكترونز اللي في الاوتر موست ليفل بالشكل اللي انت حضرتك شايفه قدام عينك ده. الكلام سهل قوي. في اي مشكله؟ اعتقد مفيش اي مشكله. طيب حلو. مين بقى اللي بيكون البوند؟ دي بقى هنشوفها دلوقتي، بس تعالى نركز مع بعض. هنا يا صديقي انا عملت لك تقريبا معظم الاليمنتس اللي احنا محتاجينهم، فتعالى بص كده معايا علشان تعرف ترسم بقى. يلا
الصوديوم كان بينتهي ب 3s1، عنده الكترون واحد في الاوتر موست ليفل، فلما اجي ارسمه اكوردنج للويس الكترون دوت سيمبلز اهو الكترون. طب الام جي كان 3s2، فلما اجي ارسمه بص برسمه ازاي. الام جي يترسم كده اهو، برسم 2 الكترون. طيب الاي ال كان عنده 2 في الاس وواحد في البي، يعني هرسم 3 الكترون. فلما اجي برسم الاي ال بص برسمها كده اهو 3 الكترونز. طب السيليكون عنده 14، فاهو يبقى 3s2 3b2. فلما نيجي نرسم السيليكون بص معايا برسمها ازاي. عملت حواليها 4 الكترون برسمها على هيئه نقط اكوردنج للفالنس شيل. طب الفوسفورس هنا في 2 وهنا في كام؟ ايوه في 3، يبقى هرسم 5 ادي 1 2 3 4 5. بص رسمناها ازاي؟ بنرسمها على هيئه نقط دوت، على هيئه نقط. طب مين يا دكتور النقط اللي احنا بنرسمها؟ بنرسم النقط اللي هي في الفالنس شيل، اللي هي في اللاست الكترون، اللي في اللاست انرجي ليفل. يا رب تكون فاهم. طب السلفر ادي هنا 2 وهنا 4. حلو، ركز معايا. يعني انت ترسم كام؟ 6 الكترون. بص يا صديقي ادي 1 2 3 4 5 6 اهو ده السلفر. تعال نشوف الكلورين 3s2 3p5. يلا بقى هنرسم كام؟ 7. هنرسم 7. بص 2 3 4 5 6. ها كده دول كام؟ دول 6، يبقى دي كده كام؟ ادي 7. بص الكلورين اترسم ازاي؟ اترسم عليه 7 الكترون. يلا الارجون يبقى 2 6. هنرسم كام الكترون؟ هنرسم 8. بص ادي 2 2 2 2. الارجون عليه 8 الكترون 8 الكترون. شفت رسومات سهله قوي. دي شكل الدوت سيمبلز، دي شكل الدوت اللي قال عليها لويز قال، هقولها اخر مره، ان انا بجيب الفالنس شيل الكترون، الالكترون اللي في اللاست انرجي ليفل او الاوتر موست انرجي ليفل، وبعمل فيها ايه يا دكتور؟ ايوه برسمها على هيئه دوت، برسمها على هيئه دوت، على هيئه نقط. طيب تعالى بقى يا صديقي اعرفك بس شويه معلومات مهمه قوي. النقط اللي احنا رسمناها او الالكترونز اللي احنا رسمناها للاسف مش كلها بتشارك في تكوين البوند. في منها اللي بيعمل بوند وفي منها اللي بيفضل زي ما هو. تعال ناخد اكزامبل وافهمك عليه. بص يا صديقي، مثلا مثلا عندنا الامونيا تعال ارسم لك شكله عشان تفهم الموضوع من طقطق لسلام عليكم. بيتكون من النيتروجين ومعاه 3 اتشات. حلو، تعالى النيتروجين احنا رسمناه من شويه كان عليه 5 الكترون، صح ولا غلط؟ ال5 الكترون اهم، بص معايا ادي 1 2 3 4 5. تاني يبقى النيتروجين عليه كام الكترون؟ عليه 5 الكترون، عليه 5 الكترون. حلو يا دكتور، عليه 5 الكترون، ده كلام سليم. طب هل كل الالكترونز اللي موجوده على النيتروجين دي بتشارك في تكوين البوند؟ الحقيقه لا. تعالى اقول لك ليه. فلما تلاقي الامونيا اللي هي ال NH3 هي فيها 3 اتشات. يلا بص معايا اها، الاتش ادي بوند، والاتش الثانيه ليها بوند، والاتش الثالثه ليها بوند. لاحظت حاجه يا صديقي؟ ان تكون عندي 3 بوند اهو. ايه ده؟ انت كلامك مظبوط يا دكتور، ده في الكترونز عملت بوند وفي الكترونز حره ما عملتش حاجه موجوده على النيتروجين اهي. تاني يبقى في الكترونز عملت بوند اهي مع الهيدروجين، وفي الكترونز قاعده كده من غير ما تعمل حاجه. يا سلام يا سلام يا سلام. عارفين لما الواحد مننا او الواحده او البت اللي قاعده في البيت ما بتساعدش ماما، يقول لك وجودك زي قلتك، وجودك زي قلتك. يعني انت يا شيخه قاعده ومالكيش اي 6000 لازمه، قاعده تعملي ايه ما اعرفش، وجودك زي قلتك. هي دي نفس الفكره. في الكترونز موجوده انت بتعتقد دلوقتي ان وجودها زي قلتها، ما عملتش بوند. هنسميهم ايه؟ بص معايا يا دكتور، هنسميهم ايه؟ بص معايا الله يخليك. دلوقتي هيبقى عندي الالكترونز هسميها اسمين. الاسم الالكترونز اللي هتعمل لي بوند هسميها بوند بير. هسميها ايه؟ عايز اسمع. ها؟
بوند بير. بوند بير يعني بسميها زوج مرتبط او زوج، او بير يعني زوج، هذا الزوج عمل لي بوند. بوند بير يعني في 2 الكترون عملوا لي بوند. اللي هم فين دول يا دكتور؟ ما هم يا ابني واضحين اهم اهم. ادي في 2 الكترون عملوا لك بوند، ادي 2 الكترون وادي 2 الكترون، يبقى ده بسميه بوند بير وده بسميه بوند بير وده بسميه بوند بير. اللي هو الالكترونز اللي عملت البوند، يبقى الالكترونز اللي بتعمل بوند بسميها بوند بير، مش بسميها بوند الكترون. بوند بير يعني ايه بوند بير؟ البير الواحد هو اللي عملها بوند، يعني البير هو اللي بيعمل بوند. التو الكترون، اي بوند في الدنيا 2 الكترون تعمل لي بوند. طب حلو خالص. يلا وما تنساش يا صديقي ان انت عندك، ايوه عندك لون بير. ايه هي؟ الا تطلع ايه اللون بير ده؟ هي يا ابني اللون بير اختك اللي في البيت او البنت اللي قاعده في البيت للاسف اللي ما بتعملش حاجه. اختك الصغيره اللي قاعده في البيت احنا قاعدين كلنا نخدمها وهي ما بتعملش حاجه في البيت، صح؟ بسميها ايه؟ لون بير. الله، يعني انت كده هناخد 2 اكسبريشن جداد يا دكتور. البوند بير هو، بص بقى معايا الديفينيشن، is the electron pair زوج من الالكترونات which is responsible for the bond formation اللي بيكونوا البوند انا بسميهم بوند بير. طيب اللون بير، البنت اللي قاعده ما بتعملش حاجه في البيت، ها اللون بير هو ايه يا دكتور؟ اللون بير هما الاثنين الكترون دول اهم، الاثنين الكترون قاعدين دول ما بيعملوش اي حاجه. بص بقى، is the electron pair which is found in the one of outer orbital and doesn't share in a bond formation. مهمة جدا 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 جدا. يعني دي ما بتشاركش في البوند فورميشن. انا مش عايز اسمع غير الكلمة دي. يبقى حبيب قلبي البوند بير هي اللي بتعمل البوند، بتشير في البوند فورميشن. طب يا دكتور اللون بير، اديني قلتها 6000 مره، عارف لو ما فهمتهاش. طب اللون بير، لا يا دكتور دي ما بتعملش للاسف اي بوند. فاهم بقى؟ ما انا فاهم ولا الدنيا زبادي في الخلاط؟ اكيد انت فاهم بقى، فتخلي الدنيا حلوه. ماشي طيب يلا بينا يا شباب، يلا. يبقى ده الفرق ما بين اللون بير والبوند بير. اللي بتعمل البوند هي البوند بير، اللي ما بتعملش وبتفضل كده من غير شغل هي اللون بير. وزي ما احنا راسمينها كده اهو، دول اسمهم لون بير اهو، ما بيشاركوش. لكن اللي عملوا بوند بسميهم ايه؟ بوند بير. فاهم معايا حاجه؟ فاهم معايا حاجه؟ يبقى لويس قسم الالكترونز، قسمهم لايه؟ قسم لون بير وبوند بير. واحده بتشارك بتعمل بوند بسميها بوند، واللي مش بتشارك بسميها لون بير. طب بص بقى يا صديقي، خلي بالك معايا في ملاحظه قويه جدا جدا جدا، تعال نقراها مع بعض. The same element of the same group in the modern periodic table. خلي بالك the element of the same group، الاليمنت اللي مع بعض في نفس الجروب مالها are similar in the number of lone pair. مهمة جدا جدا جدا. and the bond pair of the electron in a similar compound. نعم ثانية واحدة، أنا مش فاهم كلامي. يعني إيه؟ يعني مثلا أجي أقول لك الأكسجين، والأكسجين أخوه بالظبط اللي معاه في نفس الجروب اسمه سلفر. يا سلام يا سلام يا سلام. تعال بص معايا كده، اقول لك الاكسجين لو عمل بوند مع الهيدروجين، بص اهو. تقول لي ثانيه يا دكتور بص الاكسجين. تعال ارسم لي الاكسجين. بص الاكسجين، تعالى كده. الاكسجين احنا رسمناه من شويه، بنرسم 6 الكترون اهو. بص بنرسم عليه 6 الكترون اكوردنج للويس دوت برنسبل. طب ثانيه، والهيدروجين اهو وصل كده، ادي بوند وادي بوند، بوند وبوند. حلو قوي يا دكتور. دي اسمهم ايه؟ الاكسجين عمل كام بوند بير؟ عمل 2 بوند بير، عمل 2 بوند بير. طب وعنده كام لون بير؟ وعنده 2 لون بير. بص اهو، في ادي 2 اهم وادي 2 اهم، يبقى 2 الكترون يعني بير واحد اهو. يبقى دي واحد لون بير وواحد لون بير، يبقى عنده 2 لون بير
اهو، يعني ادي الاكسجين هنا اهو 2 لون بير. الله، عنده كام؟ 2 لون بير. وعنده 2 بوند بير. الواد بقى قال لك طب حلو، يعني انت بتقول ان الكلام ده لو هيتطبق على الاكسجين يبقى يتطبق على نفس الجروب بتاعته كلها، يبقى الجروب بتاعته زي مثلا زي السلفر لو عمل بوند مع الهيدروجين. تعال نشوف السلفر كده، سهله يا دكتور. السلفر عنده كام الكترون في الاوتر موست ليفل؟ هنوزعهم هو زي الاكسجين بالظبط. بص ادي السلفر اهو، لما تيجي ترسم عليه الالكترونز بص معايا، ادي 1 2 3 4 صح، 5 6 يا سيدي اهو، 6 الكترون اهو. تمام، يلا ارسم مع الهيدروجين، هيعمل لك كومباوند اسمه H2S. ادي H وادي H. بص يا صديقي، بص معايا، ادي بوند وادي بوند. ايه ده؟ كون لك كام بوند بير؟ 2 بوند بير و2 لون بير. ادي دي لون بير وادي دي لون بير. يبقى ايه ده نفس الكلام. يبقى الهيدروجين مع السلفر برضو، علشان خلي بالك السلفر والاكسجين في نفس الجروب، يبقى هما ليهم نفس العدد من اللون بير ونفس العدد من البوند بير. حلو، يبقى ده اسمه H2S. الكومباوند ده فيه 2 لون بير وعنده 2 بوند بير. يا سلام، سلام بقى لو واد مركز او بنت مركزه، الدنيا سهله، الدنيا سهله. يبقى انت فهمت دلوقتي الفرق بين البوند بير وبين اللون بير، وهناخد حاجات كتيره اكسرسايز عليهم. طيب حلو خالص. تعالى دلوقتي بقى يا صديقي، وده اهم جزء هنشتغل عليه في شابتر 3. ده يعتبر بالنسبه لك شابتر 4 يعتبر بالنسبه للتقسيمه الجديده، هو ده شابتر 4. احنا علينا السمستر ده شابتر 4 شابتر 5 شابتر 6. فتعالى مع بعض كده نشتغل على التايبس اوف بوند. ايه التايبس اوف بوند اللي عندي؟ يعني ايه انواع البوند؟ طبعا انت جاي من اعدادي وكل اللي انت تعرفه اصلا عن الكيمستري ان احنا عندنا 2 تايب للبوند، كوفيلنت بوند وايونيك بوند. ده انت كل اللي تعرفه حضرتك. ولكن من المفاجئ اللي انت هتشوفه النهارده، احنا هنعمل لك تقسيمه مختلفه فيها الكوفيلنت وفيها الايونيك بوند. بس ركز معايا، الاول هنقسم البوند زي ما حضرتك شايف. هنقسمهم ازاي يا ترى يا دكتور؟ بص معايا، عندنا نوع من البوند اسمه كيميكال بوند، وعندنا نوع اسمه فيزيكال بوند. كيميكال وفيزيكال بوند، اول مره نسمع الكلام ده. طب حلو خالص، بس كده ثانيه واحده. الكيميكال بوند هنقسمها لثلاث انواع. ايه هما؟ ايونيك بوند، كوفيلنت بوند، دول انت عارفهم. الجديده بقى اللي اول مره تسمع عنها كوردينيت بوند، هنشوفها دي اول مره تسمع عنها. يبقى ايونيك كوفيلنت كوردينيت بوند. حلو قوي. الكوفيلنت هنقسمها لثلاث انواع: بيور كوفيلنت، نون بولر، بولر. تاني، بيور، نون بولر، بولر. هنعرف الفرق ما بينهم. طب نرجع للفيزيكال. الفيزيكال عنده كام نوع؟ الهيدروجين بوند والميتاليك بوند. شكرا، ما عندناش حاجه تانية غير كده. سهلين ولا صعبين؟ اعتقد سهلين جدا 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 جدا، مفيهمش اي مشكله. تعالى نقولهم تاني. يبقى التايبس اوف بوند عندنا يا اما كيميكال يا اما فيزيكال. حلو. الكيميكال عندي 3 انواع. ايه هم ال3 انواع الكيميكال؟ 1 ايونيك، 2 كوفيلنت، 3 كوردينيت. طيب نمسك الكوفيلنت عشان دي اللي عليها الشغل. الكوفيلنت عندنا بيور كوفيلنت، عندنا بولر، وعندنا نون بولر. دي انواع الكوفيلنت. طب ندخل على الفيزيكال، عندنا نوعين 2. ايه هما في الفيزيكال؟ الهيدروجين بوند والميتاليك بوند. يا لهوي، عندك لو انت جيت تركز كده، احنا كنا فاكرين نفسنا كل التايب اوف بوند اللي عندنا كوفيلنت وايونيك. خرجنا من هنا النهارده احنا طالعين ب7 انواع، يعتبر دول 7 لو جيت تعدهم 7 بوند هنتعلمهم مع بعض. طب واحده واحده يا صديقي، وتعالى نبدا. بص كده بالنوع الاول. ايه النوع الاول؟ الايونيك بوند. بحزن جدا يا صديقي الدحيح، وقلبي من جوه بيتعصر
وبعيش ليلة من ليالي السواد العظيم لما بكون في جروب أو بكون في حصة لتالتة ثانوي، أو بكلم شباب في تالتة ثانوي وبقول لهم هو يعني إيه أيونيك بوند، وأفاجأ بجد إن طالب في تالتة ثانوي مش فاهم يعني إيه أيونيك بوند. عارف ليه هو مش عارف يعني إيه أيونيك بوند؟ ما سمعش الدحيح الكبير، ودي مشكلة. خلاص بقى معاك الدحيح الكبير، سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، تابعني واسمعني عشان تتعلم بقى. اتعلم الكلام بتاع الدحيحة علشان تعرف يعني ايه ايونيك بوند. تعال اقول لك يعني ايه ايونيك بوند وازاي الايونيك بوند بتتكون. في شرطين اساسيين لازم علشان يتكون عندي ايونيك بوند. الشرط الاول، بص معايا، الاول الايونيك بوند بتتكون من ميتال مع نون ميتال. نعم ازاي؟ لا، واحده ما خدناش الكلام ده. علشان تكون ايونيك بوند لازم يكون عندك ميتال، بمعنى عندك كومباوند زي ال NaCl. الكومباوند ده اللي فيه بوند اسمها ايونيك بوند. عرفت منين؟ قلت لي يا دكتور لان الصوديوم ده ميتال والكلورايد ده نون ميتال. الصوديوم بيلوز الكترون فبنسميه الواد الشاطر بنسميه كاتايون. اهو ده بيبقى اسمه ايه؟ كاتايون. وده بيجين الكترون فبسميه انايون. وتتكون يا دكتور الايونيك بوند. يعني شرط اساسي، الشرط الاول، ركز، الشرط الاول انا بقولت اول شرط يكون عندي ميتال ونون ميتال. طب تعالى كده نشوف الميتالز. حد فاكر؟ تعال نراجع بس بسرعه. ايه هم الميتال؟ they are characterized by their largest atomic size and their low، دي مراجعه، low ionization energy. طب هنا يا دكتور النون ميتال they characterized by دول كان الاتوميك سايز بتاعهم ايه؟ smallest، صغير atomic size and their electron affinity. فنقول ايه؟ high electron affinity. الالكترون افينيتي بتاعتهم عاليه، دي اللي بتميزهم. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعده، نكمل مكملين في الكومبير بين الميتال والنون ميتال يا صديقي. يلا. طب ايه هي الميتال؟ their atom tend to، ركز معايا، to ايه؟ to lose. الميتال دايما بيلوز الالكترون، to lose the electron of the outermost shell and change into. لما الميتال زي الصوديوم يلوز الكترون يتحول لايه؟ اسمع، يتحول لكاتايون. مين يا دكتور يعني ايه كاتايون؟ يعني بوزيتيف ايون. مهم جدا تعرف المعلومات دي بيزكس مهمة. with the electronic configuration similar to the nearest noble gas that، احفظ الكلمة دي، precedes them into the periodic table. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الصوديوم لو هيلوز الكترون هيبقى زي النوبل جاز اللي قبله. ما هو الصوديوم لو هيلوز الكترون هيبقى عنده 10 الكترون، هيتحول زي النوبل جاز اللي هو مين؟ زي النيون. اهو الصوديوم KLM 281. بصوا معايا، هيلوز الالكترون ده، فلما يلوز الالكترون ده هيبقى زي النوبل جاز بريسيدز ذم، يعني اللي قبله ما هيلوز، يبقى زيه زي النيون. حتى كده تريكات بقى وحركات. طب حلو خالص يا دكتور، دي كانت الميتالز. طب تعالى شوف لك النون ميتال. their atom tend to، ايوه، to gain، دي بتجين electrons which are lost by metal atoms. ماشي. and change into، بتتحول لايه؟ ايوه anions. يعني يا دكتور النون ميتال بتجين الالكترون اللي مين ثابتها؟ الميتالز. الميتال تلوز. بص العلاقه عامله ازاي، علاقه بالظبط استنزافيه. انا بسمي دايما يا جماعه الايونيك بوند بالظبط
الست اللي بتستغل جوزها او الراجل اللي بيستغل مراته. بمعنى ايه؟ يا جماعه يا جماعه يا جماعه افهموني. الارتباط قايم على ان احنا الاتنين نشير مع بعض. يعني انت مثلا تشتغلي في البيت وانا اشتغل في الشغل، لكن لا 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 لا, لا. الايونيك بوند ظالمه. ليه ظالمه؟ لازم واحد يلوز والتاني يجين، واحد يلوز والتاني يجين، واحد يلوز. عامله برضه تشبيه تاني، عامله زي واحد وخطيبته. الواد يا عيني طول الخطوبه قاعد يجيب في ورد وقاعد يجيب في دباديب، جيبه فلس. بص بص معهوش فلوس، عمال يطلع عمال يطلع. ها، الشويه اللي هو بيخسرهم من الفلوس مين اللي بتاخدهم يا عيني؟ خطيبته. صح كده؟ هي دي الايونيك بوند. هي دي اللي بيحصل، ان الميتال يلوز الكترون، ها، والنون ميتال يجين الالكترون. ما هو بيقول لك ايه؟ their atom tend to gain the electron which are lost by metal atoms. يعني الالكترونز اللي الميتال فقدتهم تاخدهم النون ميتال and change into anions. قلنا يعني ايه anions؟ ايوه، يعني نيجاتيف ايون. برافو عليكم. طيب with electronic configuration similar to the nearest noble gas. يعني مثلا الكلورين، تعال نشوف الكلورين اهو. Cl17 لما تيجي توزعه بص معايا، KLm287 لما يجي يجين الالكترون يتحول ل 18، يبقى تحول لنيرست نوبل جاز. ايوه عايز افهم بقى. نوبل جاز ذات فولو ذم، يعني اللي بعده، اللي بيفولو ذم اللي بعديه. صح كده؟ صح كده ولا غلط؟ ما هو لما هيجين الكترون يتحول لارجون 18. خلاص كده يا صديقي؟ دي سريعا يعني اول شرط. احنا لسه في اول شرط. لازم علشان يبقى عندي ايونيك بوند تتم بين الميتال والنون ميتال. تتم بين ايه يا صديقي؟ الميتال والنون ميتال. اول شرط ميتال ونون ميتال. ميتال يلوز الكترون ونون ميتال تجين الكترون. كده اتكونت الايونيك بوند الى حد ما. لسه في شرط تاني، ما احنا قلنا هم شرطين اتنين. طيب تعالى بقى اقول لك بناء على ذلك عايزين نفهم بقى حاجه. طب هي يا دكتور الايونيك بوند دي حاجه ممكن امسكها بايدي؟ لا يا حبيبي، الايونيك بوند دي عمرك ما هتمسكها بايدك. دي حاجه اصلا مش متشافه، ما بتتشافش. امال ايه؟ خلي بالك. The ionic bond electrostatic attraction. electrostatic attraction مهمه جدا. الكتروستاتيك نوع من الكهرباء الساكنه، يعني نوع من الاتراكشن الكهربي. هل الكهرباء انت بتشوفها؟ لا، بس انت متاكد ان الكهرباء بتبقى ماشيه في سلك مثلا، سلك متوصل بسورس للكهرباء، انت بتبقى متاكد ان في كهرباء. فعشان كده الايونيك بوند انت ما بتشوفهاش، ما بتمسكهاش. هو نوع من الالكتروستاتيك اتراكشن that occurs between البوزيتيف كاتايونز and negative anions which is known as ionic bond. يعني انا اقدر اقول له الايونيك بوند هو the type of electrostatic attraction occurs between positive cation and the negative anion. خلاص كده؟ بس انا مش عايز اسمع اكتر من كده. يبقى هي electrostatic attraction between الكاتايون and الانايون. طيب the ionic bond لازم بقى تبقى فاهم has no materialistic يعني مادية. materialistic existence ملهاش وجود مادي، ملهاش وجود واقع. يعني لما تيجي تشوفها عايز تلمسها، لا مش هتعرف. هي دي فورس، دي عاملة زي الالكتريستي، حاجة انت متأكد ان هي موجودة بس انت ما تقدرش تلمسها بايدك. خلاص، يبقى حاجة غير مادية مش هتقدر تلمسها. طيب تعالى بقى نقول the ionic bond and electronegativity، وعايزك تركز معايا. بص يا صديقي، احنا قلنا اول شرط اتكلمنا عنه بصراحة. ايه هو اول شرط؟ قلت لك علشان تتكون ايونيك بوند اول شرط لازم تكون بين ميتال ونون ميتال. حصل يا دكتور؟ حصل جدا. تاني شرط الالكترونيجاتيفيتي. نعم، ايه اللي دخل فاكر يا ابني الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الترم الاول؟ يا دكتور فاكر الالكترونيجاتيفيتي. فاكرين يا ابني انت هو لما كنا بنمشي في البريودك تيبل من الليفت تو ذا رايت؟ اهو الواد فاكر، قال لي انا فاكر يا دكتور لما حضرتك كنت بتكتب ليثيوم وفلورين، ايوه تكتب تحت سيزيوم، حضرتك كنت بتقول كل ما بتحرك من الليفت تو ذا رايت الالكترونيجاتيفيتي بيحصل لها ايه؟ بتزيد. وكل ما بتحرك من فوق لتحت من الابر تو داون
الالكترونيجاتيفيتي بيحصل لها ايه؟ بتقل، صح كده؟ طيب ماشي، ايه اللي دخل بقى الالكترونيجاتيفيتي في الموضوع؟ قال لك في شرط ان لازم يكون الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي between الميتال والنون ميتال more than 1.7. مهم جدا، شرط اساسي. يبقى شرط اساسي ايه يا مستر؟ ان يكون الديفرنس، احفظ معايا دي مهمه جدا، الديفرنس between التو اتومز، الديفرنس، اكمل، ان الكترو نيجاتيفيتي between التو اتومز، اللي هم مين التو اتومز؟ عشان افكرك اهو، اللي هم الميتال والنون ميتال. شرط اساسي ان يكون الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتوين التو اتومز، الله يخليك ركز، الله يخليك ركز، الرقم ده مهم جدا، more than، اعلى من 1.7. انا قلت الشرطين بتوعي. بص معايا، هقولها تاني. بص يا دكتور، الايونيك بوند شرطين، تكون بين ميتال ونون ميتال. الشرط التاني لازم الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، اسمع، الديفرنس بتوين الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بتوين التو اتومز اللي هو الميتال والنون ميتال، اسمع، يكون ايه؟ more than 1.7. طب حلو قوي. طب ده انا كده بقى ممكن ارتب حاجه تانية، كل ما يزيد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتوين التو اتوم تبقى البوند مور سترونج. نعم، خلي بالك، تعال اقولها مره تانية، يبقى الديفرنس ان الكترو نيجاتيفيتي، كل ما الديفرنس ده بيزيد، يعني مثلا لقيت مثلا ديفرنس بين تو اتوم 1.9، هي 2.3، لا، كل ما يزيد الديفرنس، كل ما يزيد الفرق ما بينهم، كل ما بيزيد، بص كل ما بيزيد ايه؟ السترينث اوف ايونيك بوند. تاني، كل ما بيزيد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بيزيد السترينث اوف ايونيك بوند. سهله وبسيطه وحلوه قوي. تعالى بقى افهمك واحده واحده، الحته دي هنحتاجها في ايه، بس انا قلت الشرط علشان يبقى عند حضرتك يا استاذ يا محترم يا دكتور يا جميل ايونيك بوند ميتال ونون ميتال، ويكون الديفرنس بتوين الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بتوين التو اتوم مور ذان 1.7. اديني قلتهم، تعالى بقى نشتغل ونشوف. اسمع بقى، جايب لك بقى الكلام ده كلام حلو قوي. انا عملت ايه؟ قلت هرسم لكم 3 كومباوند، عندك 3 كومباوند وعايزين نشوف فيهم مين هو الكومباوند اللي عنده الايونيك بوند مور سترونج. مين يا مستر الكومباوند الايونيك بوند عندها سترونج؟ لا، هتركز معايا في كلمتين اتنين هتحفظهم والدنيا خلصت. بص معايا كده يا صديقي، ركز معايا. جروب ال1A، ال1A جروب ماشي، هيعمل لك بوند، وجروب ال2 هيعمل لك بوند، وال3 هتعمل لك بوند. واحده واحده تعالى كده نشوف كل حاجه. طيب، هناخد الصوديوم اتوم، الصوديوم او الصوديوم اليمنت الالكترونيجاتيفيتي بتاعته ب 0.9. حلو. وعندنا المغنيسيوم الالكترونيجاتيفيتي بتاعته ب 1.2. وهناخد الالومنيوم 1.5. حلو قوي، حلو قوي 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 الكلام ده. حلو. عايزين بقى نعمل ايونيك كومباوند، ماشي. فالصوديوم هيعمل كومباوند مع السي ال، والمغنيسيوم مع السي ال، والالومنيوم مع السي ال، يبقى صوديوم كلورايد، مغنيسيوم كلورايد، الومنيوم كلورايد. حلو. الكلورايد الالكترونيجاتيفيتي بتاعته عاليه ب 3. تاني، الكلورايد بكام؟ اسمع، ب 3، الالكترونيجاتيفيتي ب 3. حلو، انت حققت اول شرط. ميتال مع ايه؟ اسمع، مع نون ميتال، ميتال مع نون ميتال.
ركز ركز. بص يا دكتور، تعال نشوف الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. الفرق كام؟ 3 minus 0.9 يا دكتور الفرق 2.1. احفظ الارقام. 3 minus 1.2 يبقى 1.8. 3 minus 1.5 يبقى كام؟ 1.5. ايه ده؟ انت مركز؟ الاتنين دول اعلى من 1.7 وده اقل من 1.7. ركز ثانيه واحده بس، الكلام جاي حلو قوي. الدكتور قال لي كل ما بيزيد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بين التو اتومز الايونيك بوند بتبقى قويه. مستر وانا استفدت ايه لما الايونيك بوند تبقى قويه؟ تعال اقول لك، ده في حاجات كتيره مهمه. اولا الميلتنج بوينت هتزيد. بص الميلتنج بوينت هنا كام؟ مش مهم تحفظ الرقم بتاعها، المهم تعرف ان الميلتنج بوينت، ميلتنج يعني الحاجه تسيح او الاليمنت او الكومباوند يسيح بعد قد ايه؟ يبقى محتاج تمبريتشر عاليه. طب البويلنج بوينت برضو البويلنج عاليه، البويلنج بوينت عاليه. طب حاجه كمان، بص بقى معايا، الكوندكتيفيتي تو الكتريستي برضو تبقى عاليه. يبقى لما يزيد السترينث بتاع الايونيك بوند في 3 حاجات هيبقوا عاليين. ايه هما؟ الميلتنج بوينت، البويلنج بوينت، واخيرا الالكتريكال كوندكتيفيتي اللي هي التوصيل للكهرباء. طب تعال نشوف بقى لما قل الديفرنس. بص بقى لما قل الديفرنس، هنا الديفرنس كام؟ 1.8. قلت وراها الميلتنج بوينت، قلت وراها البويلنج بوينت، حتى الكوندكتيفيتي تو الكتريستي قلت شويه، قلت شويه. تعال نشوف الالومنيوم كلورايد بقى. بصوا بقى، الالومنيوم كلورايد ده اكسبشن، هو ايونيك كومباوند بس شكله وكل البروبرتيز اللي طالعه عليه كوفيلنت. ليه؟ لان الديفرنس بين التو اتومز، الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بين التو اتومز كام؟ اقل من 1.7، اقل من 1.7. طب تعالى بص كده معايا يا صديقي، البويلنج بوينت بص اتهبدت مره واحده ازاي؟ كنا 800 700 بقت 190. طيب البويلنج بوينت قال لك لا 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 ده بيسبلمايز. يعني ايه بيسبلمايز؟ يعني هو لو يعني ده على طول بيبقى سوليد، بمجرد ما تحطه على النار يتحول لغاز. ما هو سبلمايز يعني ايه؟ يعني الماتر تتحول من السوليد ستيت للجازوس ستيت without passing through liquid state. يعني ده ما بيستحملش اصلا البويلنج بوينت، ما بيستحملش البويل. خلاص كده. طب يا مستر بالنسبه للكوندكتيفيتي، لا 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 هو كده كده doesn't conduct to electricity. يعني انت معانا ولا مش معانا؟ هو شكله ايونيك شكله، لكن كل البروبرتيز بتاعته كوفيلنت، وده اللي هنشوفه كمان شويه. يبقى ركز معايا يا صديقي، الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بين التو اتومز مهمه جدا. لو كانت مور ذان 1.7 حبيبي احنا كده معانا ايونيك كومباوند، اقل من 1.7 احنا معانا كوفيلنت كومباوند، وهنشوف الكلام ده. طب الالومنيوم ده اكسبشن، هو ايونيك كومباوند بس ليه بروبرتيز اوف كوفيلنت كومباوند. تعال بقى نشوف، تعال نكمل. يلا يا صديقي مكملين مع بعض. تعال بس نشوف دول كده اهو، الرول العامه الله يخليك مهمه جدا. يلا when the difference in electronegativity between the metal and the non-metal more than، احفظ معايا الرقم، لو اعلى من 1.7 then the formed bond between them is ايوه ionic. لو كانت اعلى من 1.7. طيب حلو قوي الكلام ده. طب حلو قوي السؤال ده بيقول لك ايه؟ صوديوم كلورايد هاز سترونج ايونيك بروبرتيز. هيجي لك السؤال ده هتقول له ليه؟ because the difference in electronegativity of الصوديوم and chloride is high. Thanks. The difference in electronegativity between the sodium and the chloride is high. حلو. طيب although the chlorine is a non-metal and aluminium metal، بص مع الاكسبشن،
Aluminium chloride show the properties of covalent compound. لازم تبقى عارف الإجابة. ليه الإجابة؟ احنا قلنا لكم هو ميتال معناه ميتال، صح، هو انت بتشوفه ايونيك بس البروبرتيز بتاعته كوفالنت. ليه بقى البروبرتيز بتاعته كوفالنت؟ هتقول له because the difference in electronegativity between مين ومين؟ ايوه يا صديقي، between مين ومين؟ between الالومنيوم and الكلورايد is less than كام؟ 1.7. الكلام كله على 1.7. الكلام كله على 1.7. مهمة جدا 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 جدا، صدقني مهمة وقوية جدا. طب تعالى بقى يا صديقي نشوف بقى. خلصنا الايونيك بوند، انا قلت الشرطين بتوع، صدقني انا قلت الشرطين بتوع الايونيك بوند. ايه الشرطين اللي انا قلتهم؟ اول شرط تكون ميتال مع نون ميتال. تاني شرط يا دكتور يكون الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بتوين الميتال والنون ميتال يكون مور ذان 1.7. خلصنا. تعالى بقى نشوف الكوفالنت بوند. وعايزك تفتكر الكلمه اللي هقولها. انت هتقعد معايا تو ليكتشر، او يعني هو هنحاول نخلصهم في تو ليكتشر عشان نشد شويه، المنهج بتاعكم مضغوط. في تو ليكتشر هنقعد مع بعض في الكوفالنت غير النهارده طبعا، يعني معانا تو ليكتشر تاني. احنا يا باشا قاعدين في الكوفالنت، مش هنطلع. الكوفالنت طويله شويه. طب ايه هي الكوفالنت بوند؟ اولا لازم تعرف الشرط الاساسي. اذا كان الايونيك بوند كانت بين ميتال ونون ميتال، واحد يلوز والتاني يجين، ست طماعه وشريره مع جوز طيب، مع زوجها راجل طيب وغلبان، او راجل جشع وشرير ومستنزف مع زوجة سيدة فاضلة محترمة طيبة، وهو بياخد كل ما عندها، فلوسها وكل حاجة عندها، مخلص كل حاجة، مضيع بيتها كله. دي هي الايونيك بوند، قايمة على الاستنزاف، واحد يخسر والتاني يكسب. لكن نيجي بقى اللي انا بحبها جدا، حبيبة قلبي، الكوفالنت. يا ريت حياتنا كلها تبقى كوفالنت بوند. ايه يعني ايه كوفالنت بوند؟ كوفالنت بوند ده الزواج المثالي، الجواز اللي على حق، الجواز اللي فعلا عظيم، اللي هو بقى قايم على ايه؟ بص بقى، انت تحط جنيه وانا احط جنيه، انت تشتغل وانا هشتغل، انت تحط طوبة وانا احط طوبة، انت تعمل حاجة وانا اعمل حاجة. يا جماعة الكوفالنت بوند هي بوند قايمة على الشير. لازم يبقى في شير، يبقى في ايه؟ اسمع، يبقى في شيرنج للالكترونز، الالكترونز بتشير مع بعضها. طب ما تيجي تركز وتسمع الكلمتين دول، صدقني هيعجبوك جدا جدا جدا. تعالى يا صديقي نشوف الكوفالنت بوند. بص كده، الكوفالنت بوند شرط اساسي عشان تتحقق لازم يبقى عندي نون ميتال مع نون ميتال. بصراحه نون ميتال مع نون ميتال، بس في حاجه، ممكن يبقوا الاثنين نون ميتال زي بعض، التو اليمنت زي بعض، ما عندناش مشكله، هيعملوا لي حاجه اسمها بيور كوفالنت. ممكن يبقوا مختلفين، في الحاله دي هقول عليها بولار كوفالنت او هقول عليها نون بولار. واحده واحده تعال نشتغل. The covalent bond is mostly formed between the atom of، خلي بالك، of، ايوه of non metal with the same، ايوه atom of non metal. يعني لازم الاثنين يبقوا زي بعض، atom of the same element. خلي بالك يعني احنا ممكن يبقى between atoms of non-metal مختلفين او زي بعض، or those close electronegativity. نعم، اتنين قريبين من بعض في الالكترونيجاتيفيتي where each atom share certain number of electrons of outermost shell equal to the number of electrons required to complete this shell. يعني من الاخر انت هتشير وانا هشير، انت هتضحي وانا هضحي، انت هتدفع وانا هدفع. تعالى كده نشوف انواعهم. يبقى احنا اتفقنا يا جماعه الكوفالنت قايمه على الشير، واحد بيدفع والتاني بيدفع زيه، دول التو اتوم. طيب بص بقى معايا،
The covalent bond is classified according to the difference in electronegativity. برضو يعني الكوفالنت بتاعت حضرتك بوند النوع بتاعها انت جاست معرفت ان انا معايا نون ميتال ونون ميتال بتشك بنسبه 99% انا معايا كوفالنت بوند. خلاص كده نون ميتال مع نون ميتال. بس تحدد نوعها ازاي؟ قال لك اكوردنج للالكترونيجاتيفيتي، الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. بمعنى ايه؟ هنشوف البيور كوفالنت بوند. البيور كوفالنت بوند لازم يكون عندك، خلي بالك، تو نون ميتال زي بعض، عشان كده بنسميها بيور. يعني مثلا كلورين مع كلورين، دكتور كلورين مع كلورين بيعمل لي موليكيول اسمه Cl2. الCl2 جاز ده البوند بين الكلورين والكلورين دي اسمها كوفالنت. وبما ان الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الكلورين والكلورين زي بعض ذا سيم، فالديفرنس هيكوالز ايه؟ هيكوال زيرو. يعني هنا الديفرنس بين الاثنين دول هيبقى زيرو. دي البيور كوفالنت. البيور كوفالنت بوند الالكترونيجاتيفيتي او الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طب البولار كوفالنت هنعرفها. طب والنون بولار كوفالنت واحده واحده تعالى اشرحهم لك بالتفصيل. يلا البيور. يبقى البيور كوفالنت بوند is a bond formed between two atoms of the same atom. يعني الاثنين بنفس الاتوم. The difference in electronegativity between them equal كام؟ equal كام؟ ايوه equal زيرو. equal كام؟ ايوه equal زيرو اهو. بص معايا. The bond الهيدروجين مع الهيدروجين in the hydrogen molecule اللي هي ال H2 الديفرنس ايكوال كام في الالكترونيجاتيفيتي؟ زيرو. علشان كده حضرتك قلت عليها بيور كوفالنت بوند. طيب ذا بوند الفلورين مع الفلورين اللي هو الاف 2 دول يا دكتور البيور كوفالنت بوند. ليه؟ لان الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بتوين التو اتوم ايكوال زيرو. طب تعالى قول لي كام واحد ممكن اقابله بيور كوفالنت؟ محفوظين في 7 بيور كوفالنت وانا قلت لك احفظهم. بص معايا كده. هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، الثري جازز دول بزيرو. كمل الناحيه الثانيه. فلورين، كلورين، برومين، ايودين. بصوا يا جماعه مفيش غير ال7 دول البيور، ما عندناش حاجه تاني. دول البيور كوفالنت بوند ودول الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بتوين ذير اتوم ايكوال زيرو. ما عندناش صدقني حاجه تاني. طيب ركز معايا، مهمه قوي دي، مهمه قوي. تعال نشوف النون بولار كوفالنت ذا بوند فورمد. خلي بالك هنا التو اتوم نون ميتال مع نون ميتال برضو، يعني لازم يكون عندي نون ميتال مع نون ميتال، بس مش لازم الاثنين يكونوا زي بعض، ممكن الاثنين يكونوا مختلفين اهو. يعني مثلا كربون مع هيدروجين، بقول سي مثلا كربون وهيدروجين، المهم اثنين مش زي بعض، تو اتوم مش زي بعض، بس علشان تقول عليهم نون بولار لازم الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتوين التو اتوم ايكوال كام؟ بص قال لك كام؟ is greater than zero، ما يكونش زيرو، اعلى من الزيرو. تل كام؟ ايوه 0.4. تمام؟ عايز اسمعها كام؟ 0.4. يعني يا دكتور اخرك من زيرو، سوري ما ينفعش تبقى زيرو، not equal زيرو، لان لو زيرو هيبقى الاثنين زي بعض. اعلى من الزيرو up to 0.4. حلو. بتشوفها فين البوند دي؟ في حاجه زي الميثين جاز. بص الميثين، الكربون الالكترونيجاتيفيتي بتاعته ب 2.5، الهيدروجين 2.1. تعال نماينصهم من بعض، الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ايكوال 0.4. يبقى دي بسميها طالما 0.4 0.3 0.2 0.1 اهم حاجه اعلى من الزيرو واقل من 0.4 او 0.4. طالما هي كده يبقى دي بسميها نون بولار كوفالنت. بسميها ايه؟ نون بولار كوفالنت. الموضوع بيعتمد على ايه؟ على الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بتوين التو اتوم. دي اهم نقطه. طب تعال نشوف بعد كده البولار. يلا البولار كوفالنت كومباوند. يعني ايه بولار كوفالنت كومباوند؟ فاكرين لما كنا بنقول على الووتر هي جود بولار سولفنت؟ الووتر جود بولار سولفنت. طب ليه كنا بنسمي الووتر جود بولار سولفنت؟ ليه بتسميها بولار؟ هو لازم تعرف ان لازم هنا يكون نون ميتال مع نون ميتال، ده شرط اساسي يا جماعه.
نون ميتال مع نون ميتال. طب الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي يا ترى ايكوال كام؟ بص هناخد بقى الكلام المهم بقى، دي اهم نقطه. greater than 0.4 less than 1.7. نحفظ الارقام دي مهمه. يبقى لو الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي more than 0.4 وليس than 1.7 انا هنا بتكلم على بولار كوفالنت كومباوند. نعم بولار كوفالنت كومباوند. فتعالى كده نشوف الحته دي مهمه الجايه بقى، الحته دي مهمه قوي. as the difference in the electronegativity between the bonded element in the polar molecule increase. يعني كل ما نروح ناحيه ال 1.7 كل ما يزيد الالكترونيجاتيفيتي. مهمه جدا. the polarity of covalent bond increase. يعني كل ما بيزيد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اب تو اقل من 1.7 بيزيد معاها البولاريتي. بيزيد معاها يا صديقي اسمع البولاريتي. علشان كده اعلى ديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي كنا بنشوفها بين الهيدروجين والاكسجين. عشان كده كنا بنقول على الووتر جود بولار سولفنت، يعني البولاريتي عاليه. وهنعرف يعني ايه دلوقتي البولاريتي عاليه. طب يا دكتور تعالى بس نفتكر حاجه مهمه جدا، الرسمه دي مش معموله كده وخلاص. تعالى افهمك نقطه خطيره دلوقتي. الهيدروجين الاقل في الالكترونيجاتيفيتي كنا بنعمل عليه بارشيال بوزيتيف، دي معناه ان هو اقل في الالكترونيجاتيفيتي. والاليمنت اللي كان بيبقى هاي في الالكترونيجاتيفيتي بنعمل عليه بارشيال نيجاتيف، ده معناه ان هو جود بولار. هو يا جماعه الالكترونيجاتيفيتي بتاعته عاليه والديفرنس بينهم كبير، عشان كده كنا بنسميها هاي كنا بنسمي الووتر جود بولار سولفنت. خلاص كده دي البولار كوفالنت بوند، تبقى بين الفرق ما بينهم اب تو اقل من 1.7 واعلى من 0.4. طيب حلو خالص. طب تعالى كده بص معايا على الرسمه دي، الاتش والاف. خلي بالك الاتش والاف الديفرنس كبير لان الاف هي اعلى الكترونيجاتيفيتي اكيد، والهيدروجين اقل الكترونيجاتيفيتي. كل ده ما بيزيد بص the more electronegativity atom have the greater ability to attract the bond pair of electrons, so the electrons spend more time in its vicinity. As a result of the atom acquires partial negative charge. لا مش فاهم يعني ايه. كل ما الاتوم بتاعتي تبقى الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها عاليه، فانت عارف حضرتك اهو ان البوند اللي بتتكون هي عباره عن بوند بتوين مين ومين. سي مثلا انا اعمل لك اكزامبل، الحته دي مهمه قوي شرحناها الترم الاول. الهيدروجين والفلورايد في بوند ما بينهم بس يا دكتور هو انا ليه شايف البوند ناحيه الفلورايد مش ناحيه الهيدروجين؟ قال لك لان الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الفلورايد عاليه، عشان كده كنا بنعمل عليها بارشال نيجاتيف، والهيدروجين كنا بنعمل عليها بارشال بوزيتيف. فالبوند تقعد عند مين؟ تقعد اللي عند الالكترونيجاتيفيتي العاليه، تقعد عند الفلورايد. هو ده الكلام. فعشان كده بنسمي الكومباوند في الحاله دي بولار كومباوند. ليه يا دكتور بولار؟ بولار بالمعنى العربي يعني قطبي، يعني واحد بيشد واحد. بولار في واحد شادد قوي، فانت يتحقق ويكون عندي بولار كومباوند لما من الاخر يكون عندك كومباوند الالكترونيجاتيفيتي بتاعته، الالكترونيجاتيفيتي ركز بتاعت اليمنت كبيره قوي واليمنت الالكترونيجاتيفيتي بتاعته قليله قوي، والفرق ما بينهم اقل من 1.7. يبقى ده بولار كومباوند. يا رب تكون وصلت. طيب عشان بس نختصر بقى الكلام، احنا عاملين لك اكزامبلز على البولار كومباوند. انا قلت كلمه مهمه، لازم يا جماعه الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي يكون كام؟ ايوه يا رب الناس تكون فاكره معايا، يكون الناس فاكره معايا more than 0.4 واقل من 1.7. تعال نشوف كده. اول حاجه الووتر، الديفرنس كام حبيب قلبي؟ الديفرنس كام؟ ايوه الديفرنس 1.4. الديفرنس 1.4. يا رب تكون واضح كده وفاهم معايا. طيب تعالى بقى شوف الامونيا موليكيول، الامونيا NH3. الديفرنس بتوين النيتروجين والهيدروجين كام يا دكتور؟ 0.9. طب خلاص هو طالما هو اعلى من 0.4 واقل من 1.7 يبقى ده بولر. اهو بولر اهو because the difference in electronegativity between الاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والهيدروجين
higher than 0.4 ولور ذان كام؟ ايوه 1.7. انت كده حققت الشرط اللي انا عايزه. شكرا. ميني ثانكس. ميني ثانكس. في اي مشكله؟ كلمتين سهلين قوي، مفيش فيهم اي مشاكل خالص. يبقى كل الليسون بتاع النهارده المتحكم فيه الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، هي دي اللي بتحركني. الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي هي دي اللي بتحركني يا دكتور. بص بقى بيقول لك ايه؟ the polarity of water molecule is stronger than that of ammonia molecule. ما الكلام واضح. هتقول له ليه يا حبيب قلبي؟ بص بقى الواد الشاطر هيرد يقول له ليه؟ because the difference in electronegativity between الهيدروجين والاكسجين is greater، ايوه greater than، برافو عليك، that of النيتروجين والهيدروجين. هي الليله كلها الكترونيجاتيفيتي، ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. يبقى كده انت وصلت. تعالى بقى يا صديقي الخصها لك في الجراف ده. جراف مهم جدا جدا جدا، والجراف يا صديقي قمه في الروعه، قمه في الروعه. الجراف بقى بيعمل ايه؟ بص معايا كده اهو. البيور كوفالنت. بص كده الكوفالنت، قلنا يا جماعه الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ايكوال 0. طيب النون بولر، ركز معايا، النون بولر كوفالنت، النون بولر ايوه للزان 0.4. خلي بالك للزان بس نوت ايكوال 0، ده في النون بولر. طب البولر جريتر ذان 0.4 واقل من 1.7. حلو. طيب تعالى بقى كلمنا على الايونيك. لا الايونيك جريتر ذان 1.7. خلاص. الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي يا صديقي دول هيريحوا لك الدنيا كلها. يعني حابب اشكركم على وقتكم اللي سمعتونا فيه. لو انتوا حابين ان احنا نكمل على اليوتيوب، يعني هتنزل لك الليكتشر دي على اليوتيوب. لو انتوا حابين نكمل على اليوتيوب اكتبوا لنا الكلام ده في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وما تنسوش كمان الكومنت بتاعكم اللي بتقولوا لنا فيه نكمل على اليوتيوب ولا لا. رايكم بيهمنا جدا 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 يا شباب. مبسوط ان كنت معاكم. عايز بس سريعا افكركم بمعلومات مهمه احنا قلناها جوه الليكتشر بتاعتنا. كان اول حاجه اتكلمنا عن اللويس دوت ريبريزنتيشن سيمبلز، دي اول حاجه، ومثلنا او عملنا الاليمنت بتاعتنا بالنقط. وتاني حاجه اخدناها مع بعض في لويس اللون بير والبوند بير، ودي قلت عليها مهمه قوي. وبعد كده اتكلمنا على انواع البوند، اتكلمنا على الكوفالنت والايونيك بوند. النهارده احنا ما اشتغلناش غير على الايونيك بوند والكوفالنت بوند، وعرفتوا الشرطين بتوع الاثنين. وعرفتوا كمان ان الكوفالنت بوند منها 3 انواع، بيور ونون وبعد كده اخدنا النون بولر، وبعد كده اخيرا اخدنا البولر. وعرفتوا ان اللي بيتحكم في ده كله الديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي بتوين الاتومز. اشكركم على وقتكم. كان معاكم الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروت. اشوفكم على خير في محاضرة جديدة ان شاء الله. ربنا معاكم.